اليوم غادي نعرفوا قصة حكيم زياش. حكيم زياش تزاد 19 مارس عام 1993 في هولندا. حل عينه في واحد الحي فقير معروف بالإجرام والانحراف، وعاش واحد الظروف صعيبة ديال الفقر مع والديه وثمانية ديال خوتو. كان كيعيش غير من المساعدات ديال العائلة ديالو والمساعدة ديال الدولة للأشخاص اللي بيطاليين. باه كان مريض، هو كيشوف فيه ما قادر يدير ليه والو لأنه الوضع ديالو كان صعيب بزاف. هنا في حكيم زياش خرج لبيع المخدرات باش يقدر يعاون والديه هو وخوتو. مات باه وخلاه صغير في العمر ديال 10 سنوات، وخلاه في واحد الحاله ديال الاكتئاب اللي طويله. زياش ما كانش حامل هذاك الوضع نهائيا، كيشوف الام ديالو كتعاني باش توكل تساعد الخوت. موراها تشدوا زوج ديال خوتو بسبب السرقه والسطو بالسلاح. في السن 14 حكيم زياش غادي يهز الصاك ديالو وغادي يمشي لاكاديميه هيرليفن باش يبعد من السرقه وينقذ حياته ويولي تابع الرياضه. رغم هذا الشيء هذا حكيم زياش ولا الطريق ديال المخدرات والبراكاج بالسلاح. حكيم زياش كان ديما مطايف مع ولاد الاكاديميه، ديما كيتضارب مع الاساتذه في الاكاديميه لانه كانوا كيقولوا عليه معقد بزاف وما كيتفاهمش. حكيم زياش خرج من الاكاديميه وما بقاش عارف اشنو غادي يدير، ولا تالف في الزنقه وما عارفش اشنو غيدير في حياته نهائيا. هنا غادي يتلاقى معاه المحترف مغربي كبير في هولندا عزيز ذوالفقار. انه عزيز ذوالفقار عنده المعرفه بزاف في هولندا، تكلف بحكيم زياش ورجعوا الاكاديميه وقال لهم انا اللي غنتكلف بيه، ما غتاخذوش لها نتوما نهائيا اي حاجه كتعرفوني انا. عزيز ذوالفقار رجعوا الاكاديميه وتهلا فيه ووقف معاه ماديا ومعنويا، وبقى كيتهلا فيه حتى زرع فيه داك حب كره القدم. 2012 كان حكيم زياش عنده 19 سنه وتبدل على كيما كان، وشارك في اول مباراه ليه في الدوري الهولندي. وهنا في حكيم زياش بدا كيشوف البيبان بداو كيتحلوا ليه في وجهه، كيزيد يعطي اكثر في الكره. حكيم زياش بدا كيلعب مع المنتخب الهولندي الصغير لانه شافه متالق وكيعرف يلعب كره مزيان، ولعب معاهم بزاف ديال المباريات مع المنتخب الهولندي اقل من 20 سنه. في 2014 حكيم زياش غادي ينتقل لفريق دفينتي وسنا معاهم عقد ديال 4 سنين. 2015 ناضت حرب بين المغرب وهولندا على حكيم زياش شكون غادي يختار، واش هولندا او المغرب. حكيم زياش قال لهم غادي نختار المغرب لانه انا مغربي والقلب ديالي مغربي، غادي نختار المغرب. وواجه واحد الهجوم من طرف الجمهور الهولندي لانه ما بغاوش يختار المغرب. في 2016 حكيم زياش غادي ينتقل لنادي الاياكس وسنا معاهم عقد ديال 4 سنوات. دابا حكيم زياش هرب من هذاك الفقر اللي كان فيه ولا عايش في الثراء، وديما كيتمنى كون كان باه معاه ويشوفه فين وصل. احسن حاجه عجبتني في حكيم زياش وهي كاع الاموال ديالو اللي كيشدهم للجامعه فاش كيلعب مع المغرب ما كيديهمش نهائيا، وكيتبرع بهم للناس المحتاجين. وقبل ما يجي المنتخب المغربي لقطر هبط هو قبل منهم بنهار في الطياره ديالو خاصه وتبرع بكاع الاموال ديالو اللي شدهم في كاس العالم هذا للناس الفقراء والمحتاجين.